السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلو وحادق مع شيرين. كل سنة وانتم طيبين وعيد فطر مبارك عليكم وعلينا ان شاء الله. النهاردة جايبه لكم زي ما انتم شايفين احلى بيتي فور ممكن تعمليه وتقدميه لضيوفك ولاخواتك ولاهلك ولحبايبك ولولادك في العيد. بجد وصفة حلوة جدا هتعجبكم. أنا معتمداها بقالي سنين، مقادير ثابتة مظبوطة، البتيفوراية طالعة دايبة حرفيا، تحفة بجد. لو عجبتكم الوصفة معايا النهاردة اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نشوف هنعمل البتيفور الفاخر من الآخر ده ازاي. زي ما انتوا شايفين المقادير نازلة قدام حضراتكم على الشاشة. معايا كيلو من الدقيق، معايا 4 كوب زبدة، معايا 2 سكر بودرة كوبايتين، معايا 4 صفار بيض ودي التركة بتاعتنا، ومعايا فانيليا. اول حاجة طبعا الزبدة بتاعتي لازم تبقى زبدة ساقعة مش بدرجة حرارة المطبخ، تمام. وهبتدي ان انا اضربها كده، افككها شوية كده من بعضها، وبعد كده هبتدي ان انا انزل بالسكر البودر بتاعي. انا عمالة اضرب فيها، وهنبتدي ننزل دلوقتي بالسكر. نزلت بالمجين السكر، وطبعا لازم نثبت المج اللي احنا بنشتغل بيه او الكوباية المعيارية بتاعتك في جميع المقادير عشان مقدارك يطلع صح. تمام كده، تمام. هنبتدي بقى نضرب السكر مع الزبدة بالشكل ده لحد ما يعمل فوليوم كده، وندخل الهواء. انا حسيت ان الزبدة بتاعتي شوية سايحة مني، فانا سبتها في التلاجة 10 دقايق، وابتديت اضربها تاني مع السكر عشان تديني الفوليوم اللي انا عايزاه. زي ما انتوا شايفين ادتني القوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي انزل بصفار بيضة كل واحدة على حدة عشان اتوهها بقى كده جوه السكر والزبده بتاعتي. نزلت بالفانيليا السايله معايا، انا بحب استخدم الفانيليا السايله. لو انت عندك فانيليا بودر مفيش اي مشكله، بس انا بحب الفانيليا السايله، بحس ان هي بتضيع صفاره البيض بسهوله جدا. زي ما انتوا شايفين كل شويه بنزل بصفار بيضه. احنا هنستخدم في الوصفه بتاعتنا 4 صفار بيض. طب ليه ما استخدمتش بيضه كامله؟ البيضة الكاملة انت كده حولتي البوتيفور لبسكوت حرفيا، مش هيديكي النعومة والذوبان بتاع البوتيفوراية زي ما بنجيبه جاهز بالظبط. لا، بتحسي بقطمة كده، القطمة دي خلاص انت قلبتي البوتيفور لبسكوت. هننزل بقى بالدقيق بعد ما خلصنا مقدار البيض بتاعنا. هبتدي انزل بالدقيق، وزي ما انتوا عارفين انا ما بحبش انزل بكمية الدقيق مرة واحدة. انا ببتدي انزل جزء جزء من الدقيق على المواد السائلة بتاعتي لحد ما احس العجينة بايدي محتاجة دقيق تاني او لا. مش بكتر يعني يا جماعة، الحاجات دي تعتبر نواعم. يعني ايه؟ يعني حساسة جدا من المعجنات او البسكوتات الحساسة اللي لو زودتي الدقيق بتاعها تلاقيها نشفت منك وملهاش علاج. صدقوني مش بيبقى ليها علاج. طبعا البيتيفور احنا ولا هنعرف نحط عليه لبن ولا هنعرف نحط عليه ميه، فانتي لو زودتي الدقيق بتاعك خلاص كده الوصفه باظت منك. فرجاء اللي بيستخدم الحلويات دي بالذات او انواع البسكوتات الرقيقه دي لازم نخلي بالنا من ملمس العجينه معانا، تمام، لحد ما توصل للقوام المناسب اللي انت عايزاه. زي ما انتوا شايفين انا بحط كده حبة حبة كده من الدقيق، وبلم العجينة بتاعتي معايا. انا بلمها مش بعجنها يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا اللهم بارك، العجينة زي ما انتوا شايفين روعة بجد. ثبت الطبق مني يبقى كده اوكي. كده عملنا العجينة الفانيليا. هنعمل بقى عجينة الشوكولاتة نفس المقدار بالظبط. انا عامله كيلو برضو شوكولاته، نفس الخطوات اللي احنا عملناها. ضربنا السكر مع الزبده، تمام، وبعد كده نزلنا بقى بمعلقتين كاكاو خام زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب احط الكاكاو في المرحله دي. ليه؟ اولا ما يكلكعش معاكي، ثانيا برضو تحطي الدقيق المناسب للعجينه، لان لما انتي عملتي العجينه بيضه وقسمتيها واخدتي حبه حطيتي عليها دقيق
بتنشف، حرفيا بتنشف. حتى لو حطيتي زبدة برضو بتنشف. فأنا بفضل إن أنا في المرحلة دي أضيف الكاكاو بتاعي على السكر والزبدة، تمام، وأقلبها. ودي تركة مهمة جدا. قلبتها بالمضرب كويس، وهنزل بقى بالدقيق بتاعي. طبعا نفس المقادير اللي موجودة في أول الفيديو، تمام. أنا كنت عاملة كيلو بيتي فور فانيليا وكيلو بيتي فور شوكولاتة. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنقلب الخليط كده مع بعضه، مش بنعجن، بنقلبه، تمام. زي ما انتوا شايفين، اول ما كمية الدقيق اللي انا حطيتها تبتدي تختفي، هبتدي انزل بمقدار تاني من الدقيق. طبعا الدقيق لازم يبقى منخول وجاهز معاكي. زي ما انتوا شايفين انا حاسه لسه العجينه بتلزق معايا، هبتدي ان انا احط رشه من الدقيق تاني واكمل تقليب فيها. شايفين بتلم معايا ازاي؟ شايفين الطبق ابتدى ينضف كده وما يبقاش فيه اي لحوسه من العجين؟ شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله، حاجه كده يعني خرافه. اعملي الوصفه دي، وعايزه اعرف رايك في الكومنتات. بجد مش هتبطلي تعملي بيتي فور طول السنه، مش في العيد بس. زي ما انتوا شايفين كده خلاص العجينة جاهزة معايا. هبتدي بقى اريحها في التلاجة حوالي 10 دقايق قبل ما استخدمها. العجينة ما شاء الله تستخدميها في قمع، تستخدميها تشكيل يدوي، تستخدميها في مكنة البيتي فور، هي هتمشي معاكي في اي حاجة. انا هنا بقى بحب استخدم مكنة البيتي فور بصراحة، سهلة واشكالها كتير وبتديني رسومات حلوة، احسن من القمع اليدوي يعني. زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي بقى نقطع البيتي فور بتاعنا. ده صاج مش مدهون اي حاجة. البيتي فور ما بتدهنش الصاج بتاعه ولا سمنة ولا زيت، تمام. ممكن تستخدمي ورق زبدة اوكي لو حابة، غير كده بتقطعي على الصاج على طول. اللهم بارك، العجينة لينة جدا وحلوة، وزي ما انتوا شايفين نازلة يعني مظبوطة زي ما بيقولوا. ما شاء الله. اعملي بقى الاشكال اللي انت حباها وولادك بيحبوها، استخدميها واعمليها لضيوفك ولاولادك. شايفين الجمال؟ لوحة فنية يا اخواتي، ما شاء الله. عملت بقى ايه؟ حطيت جزء عجينة ابيض على جزء عجينة شوكولاتة، ودلعي بقى بتيفورك ودلعي ضيوفك، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلينا ان شاء الله. شايفين يا جماله، يا تكاته، يا حركاته. الحلو كله عندنا في حلو وحادق مع شيرين. بصي البيتيفورية زعلانة مني ليه مش عارفة. ما شاء الله تبارك الله، بجد كان تحفة تحفة، مش قادرة اقول لكم يعني جماله وطعمه. شايفين؟ ايتن بتقول لكم حطوا لايك. ايتن حشرة نفسها في الفيديوهات اليومين دول. حطوا لايك بقى عشان ايتن. وزي ما انتوا شايفين احنا سويناه على درجة حرارة 180، وده بقى شكله بعد ما خرج من الفرن. شايفين البوتيفور بيستوي من تحت بس، ما بشغلش عليه الشواية، لازم لونه يبقى زي ما هو، زي ما دخلناه زي ما نخرجه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم بارك، كان تحفة. هنا بقى سيحنا شوكولاتة خام، شوكولاتة دارك يعني، سمرة وشوكولاتة بيضة زي ما انتوا شايفين. وهبتدي بقى نلزق. طب في ناس بتحب تلزق يا شيري بالمربى، تمام. لو هتاكليه على طول لزقي بمربى. لو هتسيبيه شويه يعني او عامله كميه، يا ريت تلزقيه بشوكولاته، لان المربى بتديله رطوبه وبيطرى معاكي البيتي فور. زي ما انتوا شايفين كده. دلعي بقى اولادك بالاشكال والالوان والحاجات الحلوه اللي انت عايزه تقدميها لهم وتقدميها لضيوفك في العيد. ابدعي بقى. دي شوكولاته بيضه معايا، انا بسيحها على حمام ميه مع معلقه زيت زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى تبارك الله جميله. الشوكولاته حلوه جدا، والشوكولاته الخام السايبه دي تحفه بصراحه. وزي ما انتوا شايفين دي كانت بقى ابداعاتي واشكالي انا واولادي. ما شاء الله، كانت تحفه بجد. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. بيتي فور بجد بجد فاخر من الاخر زي ما قلت لكم. طعمه روعه، الزبده فيه حكايه.
يا رب تكون الوصفة عجبتكم، كل وصفاتي بتعجبكم، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير، واستنوني في وصفة جديدة.